وأهلين بيكم مرة تانية في مطبخي، هو مطبخ فتافيت فادية. وما تنسوناش من تعليقاتكم الحلوة واللايك وتفعيل الجرس. واليوم هنوريكم وصفة من وصفات الزمنية، هي غريبة المعسل. طبعا تغيير شوية في الشكل، ولكن هي نفس الوصفة بتاعتنا الأولى اللي متعودين عليها من أيام جدودنا. وطبعا هنا الوصفة سهلة جدا جدا. طبعًا الغيبة تندار بالسمن. هنا عندنا كوباية سمن بحرارة الغرفة، عندنا نص كوباية مية، نحط لها قطرات من زيت العطر. طبعًا ما عنديش مية عطر فهنحط فيه قطرات من زيت العطر على المية فتقعد مية عطر. اللي عنده مية عطر يحط مية العطر. عندي كوباية إلا ربع زيت، عندي كوباية نشا، عندي ملعقتين سكر وكشيك صغير بيكنج باودر فانيليا. وهذه الحشوة هو عبارة عن لوز مرحي مع كشيكين سكر، كوباية لوز مرحي مع كشيكين سكر بعدين نحتاجوهم. توا هنحطوا كل المواد فوق بعضها. حطيت السمن، حطيت كوباية إلا ربع زيت، حطيت نص كوباية المية وكوباية النشا وكشيكين السكر والبيكنج باودر والفانيليا. طبعا أنا متعودة نحط كل المواد فوق بعضها نضربهم مع بعض، ما فيش كل حاجة بروحها نضربها، فهذه اللي تعطيني في نتيجة بيرفكت، يعني نتيجة 100%. ضربت كل المواد. ونجو هنا الأهم نقطة دايما نحكي عليها في كل فيديوهاتي وهنقعد نحكي عليها ديما، لأن مع خبرتي الطويلة في الشغل لازم نعطيها لكم المعلومة هذه، إن الدقيق أنواع، في دقيق يشرب في دقيق ما يشربش. فلهذا عمري ما حنحط لكم مقدار معين للدقيق، لأن الدقيق بأنواعها. في دقيق مرات نعطيكي 4 وهو يحتاج أقل، مرات نعطيكي ويحتاج أكثر. فدايما حطي الدقيق وشوفي روحك، وديما حاولي تعجني بيدك عشان تحسي بالعجينة. بس فكت العجينة من يدك يبقى هي اكتفت دقيق. شوفوني هنا قاعدة نضيف الدقيق طشة طشة. وطريقة العجن كيف نعجن؟ نعجن كأني نقص فيها قص. انتبهوا علي هنا بالسريع وبالبطيء. هنوريكم اني انا ما نعجنش كأني خبزة، لا نقص فيها قص بيدي على الطريقة أو على الفيديو على البطيء. وريتكم كيف أنا نعجن، ما نعجنش فيها عجن كأني نعجن في الخبزة، فهي قص قص. هنا خلاص اكتفت العجينة لأن انفكت من يدي بروحها، يبقى هيك اكتفت دقيق. هنغطيها ونخليها تريح شي ربع ساعة قبل ما ندير الحشوة. والحشوة زي ما قلت لكم كوباية لوز مرحي محمر مع كشكين سكر وقطرات طبعا من زيت العطر. واللي عنده مية العطر زي ما قلت لكم يحط كشكين مية عطر، وهنا نحط في كشكين مية. في ناس يحطوا في مية واجد من تقعد الحشوة كيف العجينة، ما ننصحش بيها لأنها بعدين تشد في الوكال. هنا هنخلطها كويس كويس كويس. هتعطي كأنه شكل معجون، يعني مبلول شوية زي ما هو جربت لكم على الكاميرا كيف المبلولة. فهنجيبها ونحطها على جنب. هنا أنا نستخدم في نوع السيليكون هذا للتشكيل. هي طبعا تشكيلتها ممكن تكوريها بيدك وتنكشيها، بس حبيت الشكل هذا يعطي فيها منظر أفضل وطريقة وتمسك في العسل أكثر، يعني لأنها فيها حفرة في الوسط. طبعا ما تنسوش صديقي الصدوق هو المنقاش، مستحيل ننساه، ضروري نستعمله. مهما كان عندك قوالب خلي المنقاش دايما صديقك في كل الأنواع اللي محتاجة منقاش، ما تلغيهش. هنا هنحشيها. فردت العجينة في يدي. طبعا انتي المقياس اللي تبيه ديريه، انا مقياسي ندير فيه على حسب حجم يدي. ونجي هنا نحطها في القالب ونضغطها بشويش، ولو في زوائد من فوق نشيلها. طبعا ما تشيليش الزائد اللي فيها الحشوة، جيبي بس زوائد العجينة. نقعد نعبي ونحط بالطريقة هذه. نفرد العجينة فرد بيدي ونعبيها بالحشوة. الأحسن زي ما قلت لكم الحشوة ما تكونش معجونة، تكون في هيك مبلولة بس، يعني إنها تتجمع في يدك. والطريقة هذه نحطها في السيليكون، هو هيطلع بكل سهولة على فكرة، مش صعب طلعته من السيليكون. إذا أنت ما تعرفش تطلعيه بس اقلبيه على وجهه وخليه 5 دقايق تلاقيه بروحه نازل من السيليكون، لأن السمن والزيت اللي فيه يخلي العجينة تطلع بروحها من السيليكون. يعني ما تخافيش منها في الوقت هذا.
هنا حطيناها كلها وشكلتها كلها، هتطلع لك تقريبا 40 أو أقل شوية بالقالب السيليكون هذا. رأيت كيف نطلع فيها بكل سهولة، ما هيش صعبة طلعتها على فكرة، سهلة جدا. أنا حاولت نصور لكم كيف نطلع فيها عشان ما تحسواش إن الموضوع صعب. فأنا تو هيك طلعت اللي بيشكلها كورة بيده وحر، نجول التنقيش نمر عليه نفس القالب بس نمشي عليه بالمنقاش، هيعطي منظر روعة في التشكيل. وأظني القالب هذا متوفر في كل مكان. هيك شكلتها حطيتها في الطاجين، ومش ضروري هو ورق الزبدة، لكن أنا نحط فيه لأن نشتغل في الطواجين واجد، فنحط فيه ورق زبدة. هنحطها في حرارة 180 من فوق وتحت، وممكن تطيبيه من تحت وبعدين تطيبيه من فوق انتي حرة. أهم حاجة الكمباودر ما تكثريش عشان النكشة ما تريحش. هنا طاب تحمر، هنستفه في في المكان اللي نبي نعسله فيه. ريتو بالنسبة للعسل أنا كتبت لكم في صندوق الوصف طريقة العسل، يعني كمية العسل، لكن اللي عندها يكون عسل نحل يكون أفضل. هنا أنا كنت دايرته بعسل النحل، صبيته وخليته تقريبا ساعتين. إذا سخنت العسل مش هياخد ساعة، لكن إذا العسل مش ساخن والغريبة ساخنة هتاخد ساعتين، ساعتين وشوي باش تتعسل حسب ما انتي تبيه. وبالنسبة لطريقة التزيين، أنا خليت شوية من العسل وغليته على النار، كرملته خليته يتكرمل، وحطيت فيه الجوز وطلعت الجوز ونحطه من فوق. وممكن تاخدي حتى الرش تدهني بيه الجوز، لأن بعد شوية هينشف الجوز اللي عليه الكراميل، تدهني بيه. وهذا الشكل النهائي بتاعها، ويا ريت تجربوها تعجبكم والله جدا. وحتى تغيير يعني في التشكيلة يعطيها رونق ومنظر حلو. وأي سؤال اكتبوا لي في التعليق وأنا هنجاوبكم. ملاحظة مهمة للناس اللي تسأل فيا على لمعة العسل. لمعة العسل نحط في كشيك عسل جليكوز، تلقوه في أي محل عطار أو محل حلويات، نقول له نبي عسل جليكوز، حطيه مع العسل وهو يغلي، فهيعطيه اللمعة اللي انت شايفتيها في العسل هذه. وإن شاء الله ما كنتش طولت عليكم وأفدتكم بالمعلومات.